هاي everybody how are you؟ اهلا بيكم من جديد متابعين قناة ميس انجليزي. كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة ان شاء الله اول سيشن في منهج اللغة الانجليزية، المنهج الجديد لابطال 5 ابتدائي. لو حابب ان مفيش حاجة تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا دعمنا باشتراك وما تنساش اللايك والشير. يلا يا ابطال نبدأ مع بعض اول سيشن في المنهج الجديد، وكله يحضر كتاب الباهر. نبدأ بسم الله. الوحدة الأولى الدرس الأول منها وهو بيتكلم عن The Nile River. طبعا كلنا عارفين يا أبطال في سنة رابعة أخدنا الدرس ده، حاجة شبه الدرس ده كده. بنتكلم عن نهر النيل وبنتكلم عن الأنيمالز والفيش والكروكودايل اللي بتعيش فيه. طب تعالوا ناخد الكلمات بتاعت النهارده نتعرف عليها ونشوف الدرس بيتكلم عن ايه. أول حاجة water weeds. كلمة طبعا كلنا عارفين water يعني مية، weeds يعني أعشاب أو حشائش، يبقى water weeds حشائش أو أعشاب مائية. the Nile river، وخد بالك إن النايل river ده طبعا كلنا عارفين إن هو نهر النيل، بس عشان هو مكان معروف فلازم ال N تتكتب capital وال R capital. the Nile river، the Nile river يعني نهر النيل. حشرات insects يصطاد hunt تمساح crocodile. طب هنكمل باقي الكلمات. أنواع يعني كلنا عارفين أنواع يعني kinds. طب في كلمة تانية اسمها types. أنواع يعني kinds وأنواع يعني types. قوي كلنا عارفينها قوي يعني strong. خطير dangerous. ملون colorful. يسمى be cold. خد بالك be يعني يقصد بيها verb to be. ايه verb to be؟ am is or. be طبعا احنا بنبقى يعني درسناها قبل كده اللي هو verb to be اللي هو am او is او or. مخيف scary. مخلوقات creatures. نباتات plants. دور أو وظيفة rule. humans يعني البشر البني آدمين humans. مختلف different. مدهش أو مذهل amazing. تصريفات الأفعال طبعا كلنا عارفين يا أبطال إن الأفعال في regular verbs أفعال منتظمة، ودي اللي بنضيف لها ded أو ied. زي يصطاد hunt الماضي hunt يصطاد اصطاد hunted. survive يبقى على قيد الحياة survived. يحمي protected. يؤذي أو يضر harmed. يؤثر على affected. يتدفق flowed. طب بالنسبة للأفعال اللي هي الريجولار غير منتظمة مسميينها أفعال الريجولار غير منتظمة عشان حروفها بتتغير لحروف تانية. يأكل eat أكل ate. يأتي come أتى came. يجد find الماضي بتاعها found. يعرف know عرف know. طب في بعض بعض الكلمات التانية زي ايه around the world يعني حول العالم. that's interesting يعني هذا مثير للاهتمام. kings of the Nile يعني ملوك النيل. keep the Nile clean طبعا expression مهم جدا يعني يحافظ على نظافة النيل. keep the Nile clean. طب موطن ليه خدناها يا سنة 5 السنة اللي فاتت معناها home to يعني موطن ليه. طب ماذا عن يعني what about. طب يلعب دورا يعني play a role. طب مخلوقات صغيرة جدا معناها tiny creatures.
tiny creatures tiny creatures. طب opposites كلمة وعكسها small صغير، الopposite بتاعها عكسها big أو large يعني كبير. طب tiny يعني معناها ايه؟ صغير جدا، حاجة ضئيلة، حاجة صغيرة جدا. العكس أو الopposite بتاعها huge يعني حاجة ضخمة. طبعا يونت 1 lesson 1 الدرس الأول من الوحدة الأولى، وهو عبارة عن شوية مفردات، شوية كلمات وديالوج. الديالوج ما بين مين ومين؟ أحمد and ليلى are talking about، بيتكلموا عن life in the river Nile أو the Nile river، يعني بيتكلموا عن الحياة في نهر النيل. أحمد بيقول إيه؟ look at the small fish look at the small fish in the Nile river they are so colorful، يعني انظر إلى الأسماك الصغيرة ديت شكلهم ملون. ليلى قالت yes. Do you know that small fish eat plants in water؟ يعني انت تعرف ان الأسماك الصغيرة دي بتاكل النباتات اللي في المية. These are called water weeds، دي بتسمى الحشائش المائية أو الأعشاب المائية. يبقى ممكن نعمل definition تعريف كده بسيط. ايه هي water weeds؟ ايه هي الأعشاب البحرية أو الحشائش البحرية؟ هي plants in the water، نباتات في المية. طب أحمد قال لها that's interesting. What about birds؟ طب وماذا عن الطيور؟ what do they eat؟ هم بياكلوا ايه؟ قالت له birds eat small fish. خد بالك جمل مهمة جدا هنستخدمها في الباراجراف بتاع الدرس. بيقول جملة مهمة ايه هي؟ birds eat small fish. طبعا كنا عارفين ان الطيور بتاكل السمك الصغير، وبتاكل كمان insects حشرات and even plants، كل كمان حتى الايه even plants يعني حتى النباتات near the river اللي هي بجانب او قريبة من النهر. تمام احمد. what about big fish؟ طب ماذا عن big fish؟ يعني big fish يعني عن الأسماك الصغيرة. big fish مالها؟ ليلى قالت له they eat smaller fish. يبقى أنا عندي إن small fish الأسماك الصغيرة eat plants بتاكل البلانتس النباتات اللي احنا بنسميها water weeds. طب بالنسبة للأسماك الكبيرة البيج فيش بتعمل ايه؟ they eat smaller fish بتاكل الأسماك الأصغر، وبتاكل كمان insects حشرات and tiny creature والمخلوقات الصغيرة. tiny creatures المخلوقات الصغيرة in the water في المية. أحمد قال لها and crocodile what do they eat؟ الكروكودايل what do they eat؟ الكروكودايل بتاكل ايه؟ ليلى قالت له they eat fish birds and something larger animals، و sometimes أحيانا larger animals يعني حيوانات أكبر that come near the water. يبقى لما يجي يسألك سؤال what do the crocodiles eat؟ التماسيح بتاكل ايه؟ هتقول they eat fish بياكلوا birds طيور and sometimes أحيانا larger animals الحيوانات الأكبر. أحمد قال جملة huge crocodiles are scary، يعني الحيوانات اللي هي التماسيح الضخمة دي عبارة عن حيوانات scary يعني مخيفة. do any animals hunt them؟ هل في حيوانات بتصطادها؟ not really they are the kings of the Nile. يبقى جملة مهمة ممكن نعملها برضو في الباراجراف إن crocodiles are the kings of the Nile. crocodiles التماسيح مالها are the kings of the Nile هي ملوك النيل. يبقى ما يجي يقول لك what are the kings of the Nile ما هم ملوك النيل هتبقى تجاوب وتقول إن هم الكروكودايلز. طب it's amazing ده حاجة مدهشة how all animals in the river find food. ازاي الحيوانات دي بتجد الطعام to survive؟ قال each animal كل حيوان plays an important role، كل حيوان بيلعب دور مهم. that's why we must protect the river، عشان كده احنا المفروض ان احنا protect the river يعني نحمي النهر.